بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كثير من الناس يشتكي حالي الآن ليس كحالي أول ما بدأت بالالتزام. خشوعي في الصلاة قل، قراءتي للقرآن قلت، وما صرت أتأثر كما كنت أتأثر بالسابق. تغير الحال، أصبحت أتساهل في بعض الذنوب والمعاصي، أصبحت لا أندم كثيرا إذا وقعت بذنب أو زلت قدمي بمعصية. صارت عندي بعض الذنوب صغيرة وإن كانت كبيرة. صرت لا أتأثر بالعبادة، صرت أسمع الصلاة فأتأخر عنها، وأسمع الأذان فلا أستجيب له. صرت أنام عن الصلاة وأقوم ولم يؤثر في شيء. ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ هذه كلها مظاهر لشيء اسمه ضعف الإيمان. إذا ضعف الإيمان حصل كل هذا. يصبح الإنسان يصلي كأنه ما صلى، يقرأ القرآن ولا يخشع، يصوم ولا يتلذذ بالصيام، لا يقوم الليل، لا يصلي الوتر، لا يحرص على الضحى، لا يحرص على الذكر، قليل الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل. هذه كل علامات ومظاهر لضعف الإيمان. ما الحل؟ يسألوني كثير من الناس ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ من أفضل الحلول شيء اسمه عبادة السر، أنك تجلس لوحدك فتفكر كيف أتعبد ربي بالسر، لا يعلم بي أحد ولا يحس بي إنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء وين؟ قال في بيته، إلا المكتوبة طبعا، لكن النوافل أفضل شيء في البيت. ليش؟ قال: حيث لا يراه الناس، ما في أحد يراه. يصلي في البيت، في غرفته، في مصلاه. لما ينام الناس تسكن الأصوات وتهدأ النفوس، ويخرج الناس إلى فراشهم وأظلمت الأضواء. قام آخر الليل فتوضأ في برد قارس أو في ليلة قصيرة لم يشبع فيها من النوم، قام آخر الليل فصلى ركعتين لله عز وجل. عبادة السر. يقول أحدهم: دخلت على سفيان الثوري أحد العباد، دخلت عليه في صحن الدار، يعني في وسط البيت. يقول طبعا ما يشعر سفيان أن أحد الناس دخل عليه، لو شعر ما فعل هذا. يقول: فإذا به ينظر إلى السماء ويبكي وهو يقرأ قول الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فيرد على نفسه ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب، يعني أنا متأكد أنك تعلم سرنا ونجوانا. السر يعلم الله عز وجل سرك، كيف تقضيه؟ صم صيام تطوع نافلة لله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي. لما تمشي أمام الناس ترى ما حد يدري أنك صائم، لما تجلس في البيت ما حد يشعر أنك صائم، لما تصلي في الجماعة ما في إنسان يعلم أنك صائم. ولهذا الصوم من أفضل العبادات، لأنه سر بين العبد وربه، سر لا يشعر به أحد. ألم نسمع بالحديث 7 يظلهم الله؟ من يعني أعظم مؤشرات الصفات السبعة أنهم مخلصون. ومن علامة الإخلاص: رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من فينا يفكر يتكفل بيتيم أو بأرملة أو بفقير، والفقير لا يعلم من هو، يوصل له المال سرا، أو يوصل لهذه الأرملة مالها سرا وهي لا تعرفه ولا يعلم به أحد. من منا يفعل هذا؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. في البيت، مو أمام الناس في المسجد، في البيت اجعل لك أوقات تفتح فيها المصحف، تقرأ فيها القرآن، ترفع يديك. في البيت من يفعلها؟ الناس في المسجد ويا الله، أما في البيت ما يفعلها إلا المخلصون. كان السلف رحمهم الله يقوم أحدهم في الصلاة بجنب صاحبه أخيه يبكي تدمع عيناه ولا يشعر به من بجواره. شوف السر، شوف الإخلاص. ينام مع زوجته على وسادة واحدة تدمع عيناه ولا تشعر به زوجته. هذه العبادة. والعبادة الإنسان اللي فقط أمام الناس نشيط ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكنه إذا سافر لا يفعل شيء من هذا. إذا جلس في البيت القضية يعني أحد الصالحين رؤيا يضحك، قيل له: أنت الحين العابد اللي الناس تتكلم عليك وتضحك؟ قال: إنما هو يعني في الليل في الظلمات، أو في الخلوات. القضية ليست القضية أمامك أبكي ولا أمامك تظاهر بالزهد. ولهذا عمر لما رأى أناس يطأطئون الأعناق
يتظاهرون بالخشوع، قال إنما الخشوع بالقلب، ليس الخشوع أن تتظاهر أمام الناس أنك ترفع الصوت بالبكاء أو تطأطأ الرقبة أو تفعل هذه الأفعال. لا، القضية في العبادة في السر. هل خلوتك مثل جلوتك؟ هل سرك مثل علانيتك في العبادة؟ هنا السؤال وهنا العبرة. أبو بكر خليفة رسول الله، أبو بكر أمير المؤمنين، أبو بكر الحاكم، أبو بكر أعبد الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر فكر بفكرة كيف يتعبد ربه سرا. وجد أرملة عمياء حسيرة كسيرة في ناحية المدينة في بيت قديم لا يشعر بها أحد، فعاهد ربه كل يوم يذهب إليها، يصنع طعامها، يكنس بيتها، يحلب شياهها. من يدري عن أبي بكر؟ هذا السر بين العبد وربه، هذا الذي ينفع يوم القيامة، هذا الذي يمكن يدخلها الجنة. قد ما يدخل الإنسان الجنة بعض الأعمال الظاهرة، لكن هذه الأعمال لأنها أحرى ما تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. شوف السبعة: واحد تصدق بصدقة، الثاني شنو؟ رجل ذكر الله خاليا. أحد شروح خاليا أنه يذكر الله ما في أحد يشعر به، يذكر الله من قلبه وبلسانه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من رجل. شنو هذا الرجل؟ على رأس شظية بجبل. شنو يقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروحة من قطعة جبل، معه غنمه. الغنم تدري عنه شيء؟ قال: تحضره الصلاة. شوف الله يعجب من هذا الرجل، تحضره الصلاة فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي. من يسويها بروحه؟ زين إذا صلى، هذا حريص على الأذان. طيب يأذن لمن؟ ما في أحد، لكن يبي الأجر، ويحرص على الإقامة، ويحرص على الصلاة بوقتها بخشوعها. الله يعجب من هذا الرجل. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، يدورون في فلك العبادة. توبة، دليل التوبة عبادة. السائحون قالوا في التفسير الصائمون، صيام، حمد، ذكر، ركوع، سجود، هكذا العبادة وإلا فلا. يقول ابن أخت عائشة رضي الله عنها: دخلت عليها تصلي وتردد آية وتبكي، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وكان أبو حنيفة يحرص على عبادة السر. شو يسوي أبو حنيفة؟ كان رحمه الله ينتظر الليل، فإذا جاء الليل ودخل الناس بيوتهم، طبعا يطلع من المسجد يروح بيته، فلما يعلم أن الناس دخلت بيوتها يخرج. هذا العالم الفقيه. القضية ليست علم فقط، الله رفعهم لعبادة بينهم بين الله، سر بينهم بين الله. فلما يدخل الناس بيوتهم يذهب إلى المسجد وربما صلى إلى الفجر. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عباد، تقاه، زهاد، سر بين العبد وبين ربه. فاحرص إذا أردت أن يجدد الله إيمانك على عبادة اسمها عبادة السر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يحسن خواتمنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.